توقف عن التبرع لمارك زوكربيرغ، فهو لا يحتاج إلى مالك. يمكن أن أراهنك يا صديقي على أنك على الأقل تقع في خطأ أو أكثر من هذه الأخطاء الثلاثة. أولا، أنك تمول ثقبا أسود. مهما وضعت من الإعلانات فأنت تلاحظ بأن النتائج للأسف تنخفض. ثانيا، كل عملك مع عملاء المرة الواحدة، وعملاء يشترون في المرة الأولى ولا يعودون أبدا ليشتروا مرة ثانية. والثالث، أن لديك براند ولكن للأسف بدون أساس. من هو العميل المثالي أو العملاء المثاليون الذين تحاول أن تخدمهم؟ ولماذا يجب على العميل المثالي، هذا إن كنت تعرفه، أن يشتري منك وليس من منافسيك؟ إذا كانت إجابتك بنعم على واحد أو أكثر من هذه العوامل، فاعلم بأنك لا تمول حملة إعلانية، فأنت تمول ثقبا أسود مهما وضعت فيه من المال لن يشبع أبدا. وللأسف بهذه الطريقة فأنت تضعف من قدرة براندك على أن تدوم مع الوقت. وإذا كان جميع عملائك يشترون منك مرة واحدة، فأنت للأسف لا تملك براندا بل تملك محرقة أموال. وهذا للأسف يعني بأنه في اليوم الذي ستتخذ فيه قرار التوقف عن الإشهار ولو حتى ليوم واحد، ستلاحظ بأن عدد عملائك سيقترب من الصفر. وبالمناسبة أنا لا أريد منك أن تصدق كلامي، سترى كل شيء بالأرقام. وضعت رهن إشارتك أداة مجانية ستجدها في وصف الفيديو في الأخير ليس الآن، فهي آلة حاسبة تمكنك من معرفة ضريبة الضبابية في إشهاراتك مع مجموعة من النصائح التي تتغير بناء على المعلومات التي تعطيها. عملك أنت هنا هو أن تدخل مجموعة من المعلومات وستتغير النتائج والنصائح بناء على المعلومات التي لديك. هذه أداة مميزة ستعطيك وضوحا أكبر بالنسبة للأرقام التي تحصل عليها في علامتك التجارية. سأحاول طوال الفيديو أن أرجع إلى مجموعة من الأجزاء كي أوضح لك بأرقام عملية كيف يمكنك استعمال هذه الأداة ابتداء من اليوم. الهدف هنا أن تخرج بمعلومات أكثر على صحة براندك، لأن الهدف من المعلومات ومن النقود التي تصرفها على الإعلانات هو أن تحللها وتتخذ قرارات بناء على المعلومات التي تستخرجها من تحليلاتك. وهنا نأتي إلى السؤال الأول: هل لديك فعلا عملاء أم أنهم أناس يشترون مرة واحدة وأنت تمول تجربة للأسف فاشلة؟ فالمعلومة التي يجب أن تفهمها جيدا هي أن عميل المرة الواحدة ليس إلا تكلفة، في حين أن العميل العائد هو الأصل. لنفترض مثلا بأنك تبيع منتجا ب$50، تكلفة اكتساب العميل في المرة الأولى هي $20. إذا كانت التكاليف المرتبطة بهذا المنتج أكثر من $30 فهذا يعني بأنك خاسر في هذه الحسبة. لذا نقول بأن العميل في المرة الأولى هو تكلفة، أما في المرة الثانية والثالثة فهنا نتكلم عن أصل. الشيء الوحيد الذي أظهره هذا العميل من اقتناء منتجك في المرة الأولى هو أن منتجك يمكن اقتناءه، أما حين رجوعه مرة ثانية وثالثة فهذا يظن على أن منتجك جيد ويمكن اقتناؤه مرات متعددة. وبناء هذه العلاقة المبنية على الرجوع مرات عدة هو ما يجعل من البراند براند. فالعميل الذي يشتري من عندك مرة واحدة ليس عميلا جديدا، بل هو تجربة لم تكتمل بعد وستكتمل حينما يعود مرة أخرى للشراء. ولكي نتمكن من إثبات القيمة علينا أن نمر من 4 مراحل. أولا الشراء الأول، وهذا يعتبر تجربة، فليس لدينا أي دليل على أننا خلقنا قيمة حقيقية لدى العميل. أما المرحلة الثانية عندما يعود العميل فهذا هو الدليل على أننا خلقنا لديه قيمة حقيقية. ومع عودته مرة ثالثة ورابعة تبدأ القيمة في التراكم ونبني قيمة أكبر لدى العميل لكي نصل في المرحلة الرابعة إلى أن العميل يصبح أصلا تتراكم لديه القيمة. فكما قلنا الشراء المرة الأولى لا يثبت شيئا، العودة هي التي تثبت بأنك خلقت قيمة لدى العميل. فهنا كما قلنا العميل الأول هو تكلفة، أما حينما يعود العميل المرة الثانية فهنا نبدأ في خلق الأصل. الإعلانات عامة ممتازة في جلب التكلفة، حيث يمكنها أن تجلب لك عددا لا محدود من عملاء الجدد ما دام أن لديك ميزانية يمكن إنفاقها، في حين أنها لخلق الأصل تجد مشاكل كبيرة وتحتاج إلى شيء من عندك وهو الوضوح. وهنا نتحدث عن وضوح في العميل المثالي، ونتحدث كذلك عن وضوح في الرسالة، وعن وضوح في القيمة المضافة التي تقدمها. وهنا نأتي إلى السؤال الملح: كم نسبة العملاء الذين يشترون منك مرة واحدة ولا يعودون للشراء مرة ثانية؟ وللأسف إذا كان جوابك على هذا السؤال 80% أو أكثر فهذا يعني بأنك لا تبني علامة تجارية، بل تبني اعتمادا تاما على الإعلانات لكي تتمكن من جلب زبناء جدد كل مرة. وفخ الاعتماد هذا
يقع بناء على هذا الشكل. أولا، أنت تعتمد على إعلانات مستمرة لكي تتمكن من جلب عملاء جدد، وهذا يحسسك بأن لديك بيزنس، لكن للأسف ليس لديك أي قاعدة عملاء، لأن العملاء كما قلنا ليسوا من يشترون منك المرة الأولى، بل من يعودون مرات عديدة لكي يشتروا منك، وهذا للأسف يؤدي إلى هشاشة في البراند. ولكي نوضح أكثر، فأنت تبني عملك على إعلانات مستمرة. هذه الإعلانات تؤدي إلى عملاء جدد، تحس بأن لديك مجموعة من العملاء، لكن للأسف ليسوا عملاء يشترون منك، فأنت لا تبني قاعدة للعملاء، وهذا يؤدي إلى أن براندك تكون براندا هشة للأسف. وللأسف فالبراند الذي لا يعيد البيع فهو براند مضطر أن يدفع للإعلانات للأبد، وهذا للأسف ليس تسويقا بل هو إيجار. فأنت تعتمد بشكل تام على الإشهارات كي تتمكن من الوصول كل مرة إلى عملاء جدد، وفي حال توقفت الإشهارات فهذا يعني بأن براندك ستتوقف عن البيع. هذا البيزنس موديل هو أقرب إلى حالة كراء للإمبريشنز أو الظهور من أنه شراء لعلاقة مع العميل، وهذا مشكل كبير للأسف. وهنا بالرجوع إلى الأداة لدينا مجموعة من المعلومات يمكننا ملؤها ستعطينا إشارة واضحة على درجة اعتمادنا على الإشارات. هنا ندخل إجمالي الصرف الشهري، ندخل عدد العملاء الجدد الذين اكتسبناهم، ثم نسبة العملاء الذين اشتروا منا مرة واحدة، ومتوسط قيمة الطلب. مثلا وهنا كما قلنا يمكننا تغيير العملة حسب ما نريد. لدينا مجموعة من العملات، وهنا بعد تغيير العملة ستتغير العملة التي نجدها هنا. فهنا تكلفة اكتساب العميل $15 مثلا، أما التكلفة الحقيقية للعميل المرة الواحدة هي $75. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني بأنه للأسف بالرغم أن تكلفة اكتساب العميل بناء على هذا الحساب يعني 3000 على 200 تعطينا $15، لكن نظرا لأن 80% من هؤلاء لا يعودون للشراء مرة ثانية، فهذا يعني بأن التكلفة الحقيقية للعميل هي $75. لماذا؟ لأن العملاء الحقيقيين وهم العملاء الذين سيشترون منا مرات عديدة يمثلون فقط 20% من جميع العملاء. هذا يعني بأن في تلك $3000 التي أنفقناها للإشهار $2400 منها أنفقت على أناس لن يشتروا منا مرات عديدة. لكي نكون واضحين، فمثلا هذا الرقم $75 للعميل الحقيقي ليس رقما لتكلفة التسويق، بل هو رقم يعطينا معلومة حول الضبابية التي لدينا في الإشارات، نظرا لأن 80% ممن يشترون منا لا يعودون أبدا، فهذا يعني بأننا ننفق كثيرا على عملاء لن نبني معهم علاقة طويلة الأمد، وهذا للأسف ليس عملا جيدا بالنسبة للبراند. وهنا بناء على هذه المعلومات لدينا تشخيص بناء على المدخلات التي أدخلنا، ف20% من الكاستمرز هم فقط الريتورن كاستمرز، يعني بأن الوضع هش، أنت قريب من الاعتماد على الإعلانات بطريقة كلية، وهذا يعني بأن أولويتك الآن هي وضوح في الرسالة وعرض يخلق سببا للعودة مرة أخرى، وهذا ما سنراه في المحور الثاني. هنا قد تقول لي يا صديقي أن أحصل على 80% من عملاء لا يعودون، هذا ليس خطأي بل هو خطأ الخوارزمية، وهذا للأسف مفهوم خاطئ تماما. العميل الغير المهتم للأسف ليس خطأ الخوارزمية، بل هو خطأ رسالة لم تفلتر أحدا، فهي رسالة عامة حاولت أن تصل إلى أكبر عدد من الناس. هذا أدى إلى أن هذا العدد من الناس أو العملاء الأوليين هم ناس أتوا ليشتروا منك مرة واحدة ولن يعودوا أبدا. فالخوارزميات في أي بلاتفورم للإعلانات سواء ميتا، تيك توك أو غيرها تعمل كآلة للمطابقة، وليس للأسف كآلة للإقناع، ولا حتى كآلة لبناء علاقة طويلة الأمد، فهذا يعتمد على عملك. فإذا كانت الرسالة التي أدخلتها هي رسالة عامة وضبابية، فبناء على الطريقة التي تعمل بها الخوارزميات فهذا سيؤدي إلى مطابقة واسعة، فتكون النقرات التي تحصل عليها هي نقرات رخيصة في الأغلب بلا نية شراء، وحتى الذين يشترون فهم أناس يشترون مرة واحدة ولا يعودون. فالخوارزمية لا تسأل هل هذا العميل مناسب لبراندك لبناء علاقة طويلة الأمد، بل هي تسأل فقط إن كان سيستجيب للإشارة التي ستضعها أمامه في اللحظة دي. وأكثر من هذا فهي لا بد أن تعطيك عملاء
سيتفاعلون مع الإشارة. عندما تكون رسالتك عامة وآمنة وتحاول إرضاء الجميع، فأنت تعطي إذنا للخوارزمية، وكأنك تقول لها أي شخص قد يصلح لكي يكون عميلا لي، وهذا يؤدي إلى أن الخوارزمية ستعطيك أي إنسان. ولكي نعود إلى هذه النقطة، فالخوارزمية لا تضيع ميزانيتك، فأنت من يعطيها إذنا لتقوم بهذا حينما تعلمها بأن أي جمهور قد يكون مناسبا لمنتجك. في المرحلة الثالثة هنا نريد أن نعرف مدى وضوح أو ضبابية رسائلك وعميلك المثالي، وهنا مجموعة من الأسئلة عليك الإجابة عنها ستعطيك في الأخير تقريرا يساعدك على معرفة درجة الضبابية في إشاراتك. مثلا هنا حاول أن تختار الأقرب إلى الواقع. رسالتك في الإعلان هل هي عامة وآمنة؟ هل فيها بعض التحديد؟ هل هي موجهة لشخص محدد وبوضوح؟ مثلا فلنقول بأن فيها بعض التحديد. هل الشخص غير المناسب يمكن أن يقول هذا الإعلان لي؟ نعم وبسهولة. هل تقول من لا نريد بشكل واضح حتى ولو ضمنيا في إشهاراتك وفي محتواك؟ قد نقول أحيانا مثلا العرض في الإعلان هل هو فيه ميزة واحدة؟ هل هو كويس لكنه غير مميز؟ هل لديه ميزة زائد سبب للتصديق زائد وضوح؟ لماذا الآن؟ وهذا هو الأمثل. بعد النقرة الصفحة تكمل نفس الرسالة بدون تناقض، أم أن لديك لاندين بيج أو برودكت بيج لجميع الإعلانات في جميع الأحوال المختلفة؟ يعني بأن هناك قطعا في السياق بين ما يراه العميل المحتمل قبل النقر وبعد النقر. قلنا مقبول. وهنا تعطينا الكلاريتي سكور. الكلاريتي سكور هو سكور ما بين 0 و100. كلما كان أقرب إلى 100 كانت لديك وضوح كبير في الرسالة، كلما كان أقرب إلى 0 للأسف في هذه الحالة فهو 30%، فهذا مشكل. وهناك تذكير، فميتا أو غيرها من أدوات الإعلان لا تسأل هل هذا العميل مناسب، فهي تسأل من الأكثر احتمالا أن يتفاعل مع الإشارة. إذا كانت الإشارة ضبابية ستأتيك للأسف نتائج ضبابية. وهنا نأتي إلى المحور الثالث، فالمشكل للأسف ليس في الإعلانات بل هو في غياب القرار، وهذا القرار يتعلق بمن هو العميل المثالي الذي نريد أن نصل إليه. معظم البراندات لا تعاني من ضعف في الأداء، بل هي تعاني من تشتت في الهوية. اسأل فريقك هذا السؤال: من هو العميل الذي لا نريده؟ إذا ساد الصمت فاعلم بأن هذا هو أصل المشكلة. هنا عليك أن تطرح هذا السؤال، فبدلا من معرفة من هو العميل المثالي فقط، عليك أن تعرف كذلك من هو العميل الذي لا تريده. ودرجة الوضوح لديك في هذين الشخصين هو ما سيساعدك بشكل كبير على أن تبني رسائل أوضح. فالعميل المثالي ليس شخصا يكتشف بالإعلانات، بل هو قرار عليك أن تتخذه، أن تعرف أنت وفريقك من هو الشخص الذي تريدونه ومن هو الشخص الذي لا تريدونه. ومن معرفتك الدقيقة لهذا الشخص الذي لا تريده تأتي السهولة في المراحل القادمة. وإذا أردنا أن نعتبر هذا القرار كطريق، فممكن أن نقول بأن هذا يبتدئ في الأول بطرق ضبابية كثيرة، فتبدأ بعدد كبير من العملاء الذي يمكنك أن تستهدفهم والذين تظن بأن منتجك أو منتجاتك ستفيدهم. بعد هذا نأتي إلى قرار واحد، وهنا اتخاذ قرار من هو العميل المثالي الذي نريد أن نستهدفه وأن نبني معه علاقة أطول، وأن تكون رسائلنا واضحة بالنسبة له. وهنا بعد معرفة هذا تصبح القضية أكثر سهولة، لأنك تتكلم مع الشخص بكلمات يفهمها، تتحدث عن مشاكل يعاني منها، وشراء منتجك يصبح القرار الأمثل الذي يمكنه أن يتخذه. رسائلك تصبح أوضح، إعلاناتك تصبح أكثر جاذبية لعميلك المثالي، والخوارزمية تقع في حبك. نعم يمكن أن يقع هذا، وإن لم تتخذ هذا القرار فللأسف كل رسالة تصبح اجتهادا شخصيا، وكل إعلان يصبح اختبارا مكلفا، وكل حملة إعلانية تبدأ من الصفر، لأن ليس هنالك أساسا تعتمد عليه. لكي نأتي هنا إلى المرحلة الرابعة، حيث الهدف منها هو أن نعرف من هو العميل الذي لا نريد. يمكننا أن نضع مجموعة من المعلومات هنا بناء على المعلومات التي لدينا عن بروفايل العميل الذي لا نريد التعامل معه، وهذا المكان يمكن تكبيره حسب ما تريد إضافته إذا كانت لديك معلومات كثيرة. وفي الأخير بعد ملء كل هذا يمكنك أن تستفيد من القرار النهائي المبني على المعلومات التي أدخلتها، وهذه المعلومات هنا ستكون مع مجموعة من النصائح
التي يمكنك الاستفادة منها، وأهم شيء هو أن هذا يمكنك تحميله كPDF ليبقى لديك كأداة ترى بها تطورك من بعد. فالهدف من هذا التقرير هو أن تعرف درجة وضوح رسالتك، درجة وضوح عميلك الذي تريد والذي لا تريد، وأهم من هذا كم تكلفك الضبابية في إعلاناتك. لا تأتي إلا بعملاء يشترون مرة واحدة ولا يعودون. وفي النهاية الإعلانات ليست حلا لضعف هوية البراند، بل هي فقط مكبر صوت لها. إذا كانت رسالتك ضبابية فمهما كانت النقود التي تصرفها على الإعلانات فأنت للأسف تصرخ في صحراء تجلب لك عملاء المرة الواحدة، وللأسف لن تتمكن أبدا من بناء براند قوية. فالعميل الذي يشتري منك مرة واحدة هو ليس إلا ضريبة تدفعها للمنصة، في حين أن العميل الذي يعود مرة ثانية هو الأصل الذي يمكن أن تبني معه براند. لذا وجب عليك أن تتوقف عن الدفع مقابل الوصول إلى عدد أكبر من الناس، وأن تبدأ في الاستثمار في الوضوح. وكإطار للعمل وجب أولا فهم العميل المثالي، بعده بناء رسالة دقيقة تستهدف هذا العميل وتحل مشاكله، وأخيرا نأتي بإعلانات كأداة لتنفيذ لتلك الرسالة. فإذا لم نفهم العميل المثالي كانت للأسف رسالتنا غير دقيقة وتستهدف الجميع، وبالتالي لا تقنع أحدا، وهذا يؤدي إلى أن إعلاناتنا إعلانات مبعثرة في كل مكان. والأداة التي وضعتها رهن إشارتك ستساعدك بشكل كبير على الوصول إلى درجة من الوضوح ومعرفة أصلا ما هي الأرقام التي لديك الآن. في البداية سألتك هل إعلاناتك تمول براندك أم تمول خوارزميات ميتا؟ أظن أن الآن الجواب واضح والقرار يبقى بيدك. ويبقى السؤال الملح الآن هو كيف تعرف من هو هذا العميل المثالي لك، وكيف تتمكن من ترجمة هذا إلى رسائل تستهويه وتحل مشاكله. وهذا ما ستجده في هذا الفيديو. وإذا أردت معرفة ما هي الأولويات التي يجب على براندك أن تبدأ بها لكي تتمكن من حل مشكل ضعف الهوية لديها، يمكنك أن تبدأ بحجز استشارة في الرابط الذي ستجده في وصف الفيديو. سأكون ممتنا إذا وضعت إعجابا أو تعليقا على هذا الفيديو، أجيب على جميع التعاليق. في نفس الوقت لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.